دي الأكلة بقى اللي ما بيختلفش عليها اتنين، من أحلى الطرق اللي ممكن تجربوها للحمام الكداب. هنعمله النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة زي ما احنا متعودين. الرز هيطلع معاكوا حكاية، طعم اللي وراك مفيش أحلى من كده. من أسهل الطرق اللي ممكن تجربوها، ولا سلق ولا تحمير ولا أي عقد فيه. هنعمله النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة، مفيهوش أي مشكلة. هيطلع معاكوا تحفة ونجح من أول مرة. قبل ما نبدأ الوصفة كده نصلي على الرسول ونشوف عملنا ايه مع بعض. عندي هنا دول حوالي 6 وراك مخليين وسط. انا قايله له وسط، طبعا خليهم لي حمام كداب. اي حد بيخليهم لك عادي هتقولي له خليهم لي يخليهم لك حمام كداب. جبت بصلايه كبيره مبشوره، حوالي طماطمتين كده مبشورين، فلفل اخضر على فلفل رومي، وطبعا فلفل حراق اختياري. تمام، كل ده في الكبه بكون محضراه. نزلت كده نزلت بالبصل كله ما عدا معلقتين، وبرده الطماطم نزلت بيها كده، سبت معلقه من الطماطم حلوه ومعلقتين من البصل. هقول لكم هعمل بيهم ايه دلوقتي. بنزل كده بالخلطه بتاعتي مع البهارات، بابريكا بابريكا، ماجي، ملح وفلفل، توم باودر، بصل باودر، حبه قرفه صغيرين. نزلت كده عليهم بيه معلقه كبيره كده حلوه من الصويا صوص. ونزلت بعد كده بعصره ليمونه وحبه من الزيت، يعني معلقتين 3 كده من الزيت. وباخد الخلطة الحلوة دي كده مع بعض وبقلبهم كويس. بقلب الخلطة كويس قبل ما اتبل بيها الفراخ. تمام، التتبيلة دي مهمة جدا. بنسيب الفراخ فيها شوية، عايزين تبيتوها قبلها بيوم، عايزين تعملوها قبلها بساعتين، عايزين تعملوها في ساعتها زي ما انا عملت، مفيش مشكلة، هتطلع معاكم في كل الطرق ناجحة بإذن الله. جبت اللي وراك كده بتاعتي، بحطها كويس كده في قلب الخلطة زي ما انتوا شايفين. النهاردة الوصفة بتاعتنا في ناس ما بتعملهاش، فاكرينها صعبة ومعقدة وبسبب اللف بتاعها. هعملها لكم النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة، مفيش أحلى من كده. والرز من جوه هيبقى مفلفل مش معجن. تابعوني كده وشوفوا الفيديو كده للآخر. بتبل الوراك عندي كده كويس زي ما انتوا شايفين، بسيبها في التتبيلة شوية على ما اروح اعمل الرز. معلقة من الزبدة، حبة صغيرين كده من الزيت، بسيبهم مع بعض شوية. بجيب بصلاية متقطعة صغير، بشوحها شوية في قلب الزبدة كده ومعلقة الزيت، يعني مدة دقيقة أو دقيقتين كده. أنا الرز ولا هعمله ولا كبد ولا قوانص، هعمله بطريقة سهلة وبسيطة. أشوحها كويس كده لمدة دقيقتين زي ما قلتلكم. أنا هنا للوراك بالظبط خدت طبعا رشة ملح. هنا هنستخدم رز مصري بتاعنا العادي، هنستخدم 1.5 كوباية من الرز المصري، هيطلعوا على قدهم بالظبط. 1.5 كوباية من الرز المصري هيطلعوا على قدهم بالظبط. تمام، بقلبهم كويس كده زي ما انتوا شايفين. بكون غاسله الرز ومصفياه. لو انتوا عايزين تعملوا كمية اكتر، انا بقول لكم على الكمية اللي على قد الوراك بالظبط، هتبقى 1.5 كوباية. تمام، بشوحهم كده في قلب بعض كويس. ريحة البصل مع الزبدة مع الرز حكاية مع بعض. بحط حبة صغيرين من القرفة، يعني نص معلقة صغيرة من القرفة. والقرفة هنا مهمة على فكرة، مش هتدي طعم القرفة اللي بالكوا فيه، ريحة حلوة بس كده للرز، هتدي ريحة حلوة قوي للرز. نص معلقة صغيرة من القرفة. وبنزل بالبصلة، بقية البصل والطماطم دول، يعني حوالي معلقتين من البصل ومعلقة من الطماطم المبشورة اللي هما كانوا في أول الفيديو. انزلوا كده عليهم بالرز، حكاية هيخلوا الرز معاكوا حكاية، طعمه تحفة. تمام، بشوحهم كلهم في قلب بعض كده كويس. وطبعا المية بتاعتي بتكون على القد، عشان انا عايزاه 3/4 سوا. المية بتاعتي بتكون على القد، يعني هتشوفوا دلوقتي قد ايه. طبعا انا نزلت هنا بمكعب من الماجي، مش عايزين تحطوه بلاش، رشة صغيرة خالص من الملح. بشوحهم مع بعض كويس. المية طبعا زي ما قلت لكم هتبقى على القد، هتشوفوها دلوقتي. هتطلع الرز معاكم 3/4 سوا، 10 دقايق بالظبط وهتلاقوه اتظبط معاكم. بسيبه كده
بالظبط 10 دقايق او اقل كمان هتلاقوه اتشرب وبقى 3/4 سوا اهو. تمام. البصلايه والطماطميه دول هيخلوا الرز حكايه في طعم الفراخ. هنا انا جبت الوراك بتاعتي طبعا ونفضتها خالص من الخلطه، وطبعا الخلطه مش هنرميها، هقول لكم دلوقتي هنعمل بيها ايه. نفضتها كويس من الخلطه اللي انا كنت حطاها فيها. تمام. بجيب الورك كده بكل سهوله بلفه رول، احشيه بس الاول كويس من الرز، والجلد بحطه على بعضه، وبروح جايبه الخله وبروح مقفلها بيه. وصفتنا النهارده والله يا جماعه جربوها، من اسهل الطرق، ولا ورق فويل ولا ورق زبده ولا ورق اي حاجه، هنعملها وهتشوفوا دلوقتي وهيطلع معاكم حكايه. بلف الورك كويس كده الجلد على بعضه، واروح جايبه الخله واروح مقفلها بيه، ما فيهاش اي افتكاسه خالص، سهله اهو. بصوا الورك مدي على حماميه بنت ناس اهو. تمام. هعمل كده كام واحد معاكم قدامكم. نفضت منه اهو. تمام. الرز كويس. يعني ما بملاش الرز فيه قوي، بخليه وسط، ولا كده ولا كده، عشان اعرف الف الورك معايا كويس بكل سهوله. بحط الجلد كده على بعضه وادخله في قلب اللحم، واروح حاطه في قلب الخله. بيتعمل بكل سهوله، ما فيهوش اي تعقيد. بصوا تمام كده. والله مدي والله على حماميه بنت ناس يا جماعه اهو. جبت صينيه نقطتين 3 كده من الزيت، واروح رصه الوراك بتاعتي في قلبيها او الحمام الكداب. تمام. برصه كده زي ما انتوا شايفين. طبعا ساعتها دلوقتي ده محضر الفرن على درجة حرارة 240، بيقعد في الفرن حوالي 1.5 ساعة وتلت حسب الفرن اللي عندكم. رصيت الوراك اهي بكل سهولة، ما فيهاش مشكلة. بقية الخلطة بقى اللي انا نفضتها منها هنزل بيها على الوراك، هي دي اللي هتسويلي الوراك، ومش هغطيها ولا ورق زبدة ولا ورق فويل ولا اي حاجة. وهنزل بربع كوباية من المية بس، رشة كده من الزيت صغيرة على الخلطة، بقية الخلطة اللي احنا عملناها في اول الفيديو. تمام. بس كده، مفيش اكتر من كده. وربع كوباية من المية دي اللي هتسوي فيها الفراخ، ومش هغطيها، هسيبها زي ما هي كده في الفرن لمدة تقريبا 1.5 ساعة. تمام. وبعد كده بولع على الشواية، هتاخد لون معايا كده حلو، وهوريها دلوقتي قدامكم. بصوا ولعت الشواية عليها، خدت وش حلو. الوراك ريحتها تحفة، ريحتها مفيش احلى من كده، والله انا مش ببالغ. من اسهل الطرق اللي ممكن تجربوها للحمام هي الطريقة دي، ما فيهاش اي تعقيد، سهلة وبسيطة وتطلع معاكم ناجحة. وبصوا الرز طالع، هوريهولكوا دلوقتي. بصوا الرز عامل ازاي، مفلفل وطعمه حكاية. اتمنى بقى لو الوصفة عجبتكم تدعموني بلايك وشير وكومنت حلو منكم. اشوفكم على خير. سلام.